السبع نقط اللي خسرهم نادي الزمالك في الدوري لغايه دلوقتي بسببك انت يا فريرا. مدرب تغييراته بتبقى ضد الواقع وضد اللي بيحصل قدامه. انا ما شفتش مدرب بيغير تغييرات اللعيبه الاحسن واللعيبه اللي هو ممكن يحتاجها باقي الماتش. انت يا فريرا خطتك بتعتمد على دونجا اللاعب رقم 6، والبديل ليه دلوقتي المتاح هو صلاح مصدق. وصلاح مصدق كان مأدي الشوط الاول كويس جدا دفاعيا، وكان مأمن الحته اللي ناحيه اليمين اللي بتبقى فاضيه سبب هجوم عبد الحميد معالي. فانت ليه تطلعه الشوط الثاني؟ دلوقتي دونجا لما يتصاب مين هيلعب مكانه رقم 6؟ عبد الله السعيد لعيب لا طريقه لعبه ولا مجهوده هيقدر يأدي الدور اللي بيأديه دونجا، فانت ما عندكش حد ممكن يأدي الدور ده غير صلاح مصدق. لازم احتفظ بيه عشان لو حصل لاي حاجه لدونجا ما يحصلش فيا زي ما بيحصل كل مره قبل كده من وادي دجله وادي المره دي من الجونه. وانا عايز افهم انت ليه بتنزل عمر جابر؟ يعني انت بتنزل عمر جابر اخر 10 دقائق هيعمل لك ايه؟ الراجل كده كده متصاب فبيريح الماتش ده عشان يبقى جاهز قدام النادي الاهلي. كمان ايشو الراجل ما لعبش معاك من اول الموسم، بتلعبه ليه اخر 10 دقائق؟ يعني انت بتجهزه الماتش الاهلي مثلا؟ اكيد لا. حتى يوم ما سحبت عدي الدباغ اللي هو نجم الماتش النهارده انت بتنزل مكانه عمرو ناصر. ما انت كنت ممكن تنزل عمرو ناصر وتسحب عبد الحميد معالي وتلعب باثنين راس حربه عشان تاكد الفوز. يمكن الحسنه الوحيده اللي حصلت ان عشان المدرب ما يتغرش قبل ماتش القمه. النادي الاهلي فرقه كبيره والاهلي يوم ما هيرجع هيعرف يرجع، بس ما ينفعش يرجع على حسابنا. انت قلت انا مش ببص على ماتش الاهلي، لا واضح ان انت بتفكر في ماتش الاهلي وما خدتش بالك من ماتش الجون. ان شاء الله نكسب الماتش وكفايه بقى لغايه كده يا فريرا وبطل تفكر غلط.